أهلا بيكم في همسة الحيوان. أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلام. بنسمع دايما سؤال بيتكرر بين كلنا كبشر، نتكرر: يا ترى الكلب أذكى ولا القط أذكى؟ مين أقرب للإنسان، القط ولا الكلب؟ الأقرب للإنسان. لكن قبل ما نجاوب على السؤال ده، في حاجة غريبة شوية هنتكلم عنها، وهو صوت الخرخرة عند القطط. يا ترى سألت نفسك صوت الخرخرة ده عند القطط ده معناه ايه، او ليه بتعمله؟ كلنا فاهمين ان القطط لما بتعمل صوت الخرخرة ده ان هي بتبقى فعلا مبسوطة وسعيدة، وده حقيقي ان فعلا بتبقى مبسوطة وسعيدة. لكن العلماء اكتشفوا ان صوت الخرخرة ده عند القطط ان هو كمان بيقلل التوتر والقلق. ترددات الخرخرة دي عندهم بتقلل التوتر والقلق عندهم. وكمان مش كده، لما هي بتنام جنبنا وبتعمل صوت الخرخرة ده بتعمل عملية إصلاح لجسمها، مش بتكون راضية بس أو تكون مبسوطة بس، لا، كمان هي كمان بتبقى بتصلح من جسمها عن طريق صوت الخرخرة ده. يعني صوت الخرخرة ده بيبقى علاج ليها، بتبدأ في علاج نفسها بنفسها. يعني مش ما بتبقى مبسوطة وبس، لكن هي كمان بتبقى بتعالج نفسها بنفسها، بتعالج العظام بتاعتها عن طريق صوت الخرخرة ده. بعد على شفائها الكلاب الجميلة، أوفى الكائنات. الكلب وفي بطبيعته. ليه الكلب وفي؟ لأن مخ الكلب بيبقى عنده هرمون اسمه الأكسيتوسين، نفس هرمون الترابط بين البشر. علشان كده لما كلبك يبص لك في عينك، معناه يعني زي ما يكون الطفل بالظبط بيبص في عين مامته. فلغة الترابط اللي عندنا أو الهرمون اللي عند الكلب الأكسيتوسين، اللي هو لغة الترابط بين البشر، عندهم كمان في مخهم. فعلشان كده الكلب بيقدر يقرأ الحالة النفسية بتاعتنا كويس جدا جدا. كمان ان الكلب عنده قدرة خارقة لقراية الجسد، يعني يقدر يقرا لغة الجسد بتاعتنا كويس قوي. يعني يعرفنا لما احنا نكون متضايقين او مبسوطين او في حاجة مضايقانا، فبيعرف يقرا لغة الجسد جدا جدا. يفهم ان احنا زعلان، انت زعلان او مش زعلان، يفهم زعلك كويس. عشان كده بيفهم لما تكون متضايق او لا، من غير ما تتكلم ومن غير ما تعمل اي حاجة، هو بيفهم ده. ويحس كمان بخوفك ويحس بفرحك. شوفهم بيدافعوا عننا وعن صحابهم بكل ما عندهم. يعني فعلا الكلاب لما بتشوف مثلا انت، لو احنا مثلا الكلب جه حد عندك او انت ماشي وكلبك معاك وانت ماشي في شارع، حد كلمك او ضايقك، على طول بيهجم عليه من غير اي تردد، فعلا لانه بيدافع عنك بكل شغف. في سؤال دايما بيتكرر بين الناس او بيننا عموما، بيقول في ناس بتقول ان القط ذكي علشان هو القطط مستقلة، وفي ناس بتقول لا، الكلاب ذكية لأن الكلب ذكي لأن هو بيفهم التدريب ويتمرن بسرعة وبيتعلم على الأوامر وبيتدرب بسرعة وبيفهم. لكن العلم بيقول إيه يا ترى؟ الدراسات الحديثة بتوضح إن الكلاب عندها عدد أكبر من الخلايا العصبية المسؤولة عن حل المشكلات، وده بيخليها تتعلم أسرع وتنفذ الأوامر بدقة. لكن القطط مش أقل ذكاء. ذكاء القطط مختلف. ذكاء القطط يعتمد على التخطيط والمراقبة وحساب المسافات. قطتك يمكن تتجاهلك، لكنها في الحقيقة بتحلل كل حاجة حواليها. فالخلاصة مفيش حد وأذكى من التاني. القط ذكي بطريقته، اللي هو إن هو بيقيس المسافات، بيحلل، بيراقب. الكلب
ذكي، لأنه هو عنده خلايا عصبية بتكون مسؤولة عن حل المشاكل. فهم الاتنين ذكاء، بس كل واحد ذكي بطريقته، مفيش حد أذكى من التاني، كل نوع عنده ذكائه الخاص. القطط أذكى في الصيد، والكلاب أذكى في التواصل والطاعة والترابط. والأهم من الذكاء إن كل واحد فيهم بيقدم لصاحبه حاجة مميزة. الكلب بيقدم لك الوفاء والحب والطاعة وتنفيذ الأوامر والخوف عليك، بيدافع عنك في كل وقت وفي أي مكان. القط بيحبك، بيعمل لك بيشيل الطاقة السلبية، بيقلل التوتر، بيحسسك بالونس، بيحسسك بالدفى. هما الاتنين مفيش أي حد أحسن من التاني، رفقتهم ما تتعوضش، لا كان كلب ولا القط. الاتنين عندهم عالم كامل من الأسرار، ولسه فيه كتير وهنتعرف عليها في الفيديوهات الجاية. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسلام وحب. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات تانية كتير، ويا ريت تنشروا الفيديو علشان كل يستفيد ونستفيد من بعض. وبتمنى لكم كل حب وسلام، وباي باي.